هلو هاو ار يو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي، اصحاب منهج كونكت 4. ويلكم باك. بنكمل يونت 3 مع بعض بعنوان Why do we grow plants؟ لماذا نزرع النباتات؟ ولسه مكملين، ولكن lesson 3 النهارده ميعادنا مع lesson 3 بيتكلم عن ستوري حلوه جدا on the farm، في المزرعه، لولد اسمه لوكس. لوكس ده lives on a farm، بيعيش في مزرعه. الليسن ده متقسم ل 3 parts divided by 3 parts. البارت 1 هو الستوري، بارت 2 ماث، جزء ماث كده بسيط قوي، وبارت 3 هو pronunciation، ازاي ننطق حروف معينه. كبر الشاشه وعلي الجوده وهات ورقه وقلم، هنكتب ورا بعض. هتكتب ورايا الكلمات والجمل المهمه عشان تعرف تكتب باراجراف لو جايلك اتكلم عن اللايف اون ا فارم، يعني الحياه في المزرعه. يلا بقى على طول، اوعى تنسى تعمل لايك وتشترك في القناه. Let's start. Lucas lives on a farm. لوكس ده ولد كان يعيش او يعيش دلوقتي حاليا on a farm، في مزرعه in the United States، في الولايات المتحده الامريكيه. طيب اول حاجه معلومه عايز اعرفها، ما انساش حبايبي، مش احنا قلنا البريزنت المضارع الفعل يا اما ساده يا زياده اس مع هي او شي او ايت او اي اسم مفرد، ولوكس ده مفرد، فعشان كده بنقول لوكس lives، يعني هو he lives، هو يعيش، فحطينا للفعل اس. on a farm، خلي بالك ان في المزرعه مش بنقول in، بتاخد حرف الجر on عشان هتلاقيها في اللي تشوز، وكمان هتلاقيها في المراجعه النهائيه ان شاء الله. اتاكدوا ان انتم مفعلين الجرس عشان تتابعوا المراجعه النهائيه بتاعه اختبار شهر اكتوبر. يبقى on a farm، في المزرعه. on a farm يعني ايه؟ في المزرعه. نقول on a farm he lives، هو بقى لوكس lives on a farm in the United States، في الولايات المتحده الامريكيه. in the United States. Repeat after me. United States. United States. United States. United States. طيب it's a very special farm، دي بقى يعني مزرعة مميزة جدا. برضو الجملة دي هنحتاجها لو عايزين لما نكتب الباراجراف عن الفارم. هنقول ايه؟ It's a very special farm. It's a very special farm. ما ننساش حبايبي special، السي اتنطقت هنا الش عشان جه وراها 2 vowels، فساعتها بنقول السي ش. special farm. It's a very special farm. It's a very special farm. طيب بعد كده بيقول لي بقى 40 years ago، منذ 40 سنة. نرجع بقى بالماضي. The land يعني الأرض. The land was very dry. The land was very dry. يبقى هناخد كلمة land الأرض، وكمان dry يعني جاف. يبقى the land الأرض ودراي كاف. The land was كانت very dry، كانت جافة جدا. There were no farms، وما كانش فيه أي مزارع. No one wanted to live there، لا أحد يريد أن يعيش هناك. There. لوكاس grandparents، البطل بقى أجداد لوكاس lived in the city. lived كانوا يعيشوا، live يعيش، lived عاش، كانوا بيعيشوا in the city. السيتي يعني المدينة. city يعني ايه؟ مدينة. المدينة اسمها city. But they didn't like it، ولكن ما حبوهاش. They didn't like the polluted air، الهواء الملوث. يبقى city مدينة city، الهواء الملوث polluted air. polluted air. Repeat after me. polluted air. أي كلمة بكتبها بنكتبها المفروض ورايا وبنحفظها كويس. polluted air. polluted air. يعني الهواء الملوث. polluted air. polluted air. السيتي كان فيها ايه؟ polluted air. هم بقى ما حبوش بقى. they didn't like polluted air. and the noise والضوضاء. خدنا طبعا noisy على الجمل لما كان noisy مزعج، انما noise نفسها يعني ضوضاء. فالمدينة كانت ايه؟ فيها polluted air وكمان فيها noise. They wanted to have a farm، هم أرادوا أن يمتلكوا مزرعة. They decided. decide حبايبي يعني يقرر. decide يعني ايه؟
يقرر. decide decide الماضي بتاعها نحط لها دي تبقى decided قرروا. decide to يقرر أن decide to يقرر أن وبيجي وراها فعل في المصدر infinitive بدون أي إضافات. أقول بقى they decided to قرروا أن buy أن يشتروا some land قطعة أرض يبقى يشتري buy decided to buy قرروا يشتروا some land. At first في البداية life was very difficult الحياة كانت very difficult صعبة جدا. تعالوا نسبل difficult مع بعض. deaf D I double F I deafy 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 الاي بتقول ايه فبنقول deafy ka ka lt لو قرأناها كويس هنعرف نكتبها كويس. difficult الحياة كانت ايه was very difficult صعبة جدا. they worked very hard work hard يعني يعمل بجد فأقول بقى they worked هم عملوا very hard بجد they worked very hard they worked very hard الشاطر بس اللي بيقول ورايا they worked very hard اشتغلوا بجد. they planted عارفين يعني ايه plant؟ يزرع plant وكمان نبات plant بس هنا لما اقول they plant يعني هم نبات ولا هم زرعوا؟ they planted millions of seeds ملايين البذور millions هو بقى ده درس الماس النهارده بتاعنا millions يعني ملايين millions of seeds ملايين البذور. They used rainwater to water the seeds. الجملة دي حلوة جدا جدا وهنكتبها في الباراجراف اللي هي ايه بقى؟ هم استخدموا هنقول they used استخدموا ايه؟ rainwater اللي هي مياه الأمطار rain يعني مطرة ومية يعني water فلما أقول rainwater يعني مياه الأمطار they used rainwater استخدموا rainwater ليه؟ to water the seed لكي يرووا البذور to water لكي يروي the seeds البذور. يبقى حبايبي لو سألني سؤال وقال لي how did grandparents water the seeds كيف grandparents water the seeds كيف كانوا يرووا السيدز البذور؟ Excellent سما they used rainwater استخدموا rainwater مياه الأمطار فهنا بقى بيقول they used rainwater to water the seeds they needed هم احتاجوا need يحتاج needed احتاجوا about a billion liters of water عايزين billion بقى يعني مليار billion يعني ايه؟ مليار يعني 1000 مليون billion liters يعني liter of water a year في السنة. they grew هم زرعوا فاكرين يزرع grow زرع grew يزرع grow زرع grew يزرع grow زرع grew هم زرعوا many fruits فواكه كثيرة like oranges and lemons ليمون وكمان برتقال. they brought animals هم أحضروا الفعل ده مهم جدا والجملة دي مهمة جدا. بص يا حبايبي bring يحضر الماضي بتاعها brought أحضرها B-R-O-U-G-H-T brought الجي والاتش طبعا مش بيتنطقوا. repeat after me bring brought bring يحضر brought أحضرها bring brought الجملة دي بقى حلوة قوي. they brought هم أحضروا they brought أحضروا إيه؟ animals they brought animals أحضروا حيوانات to the land إلى الأرض عشان دي ممكن تجينا في الترتيب غير الباراجراف. they brought animals to the land they brought animals to the land repeat after me they brought animals to the land
They brought animals to the land. يبقى أول حاجة استخدموا مياه الأمطار. They used rainwater to water the seeds. 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 They brought animals to the land. They brought animals to the land. They brought animals to the land. أحضروا الحيوانات إلى الأرض. بعد كده they planted trees and flowers. وكمان زرعوا نباتات وأشجار، زهور وأشجار. Today بقى دلوقتي Lucas lives on a farm. بيعيش في المزرعة دي with his mom and dad. زمان بقى جده أجداده اللي اشتروا الأرض دي، الصحراء دي، وحولوها لأرض زراعية وجابوا فيها شجر وأحضروا فيها حيوانات وبقت مزرعة. خلفوا بقى بابا وماما لوكاس، وبعد كده لوكاس طلع لقى نفسه في مزرعة وعايش مع بابا وماما. They are very happy. هم دلوقتي سعداء and they have a good life. هم بيتمتعوا بحياة جيدة. They have a good life. 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 They are very proud of Lucas' grandparents. Proud of حبايبي يعني فخور بيه. Proud of. Proud of. Proud of. فخور بيه. ونقول بقى مثلا اقول I am، هنا بستخدم am و is و are. ها؟ يعني اقول مثلا I am proud of my parents. انا فخور بايه؟ بوالدي. He is proud of محمد صلاح. هو فخور بمحمد صلاح. مثلا we are proud of our country. نحن نكون فخورين ببلدنا. يبقى proud of فخور بيه. proud of فخور بيه. هم بقى proud of مين؟ Lucas' grandparents عشان هم اللي عملوا المزرعة. They used هم استخدموا. فاكرين لما كنت بقول لكم فعل use يستخدم هيقعد معاكم سنة رابعة كلها؟ ركزوا جدا. They used هم استخدموا plants نباتات to make the land green. To make the land green. ودي آخر جملة هنكتبها في الباراجراف. They used. بعد كده بقى ايه هظبط لكم الباراجراف دلوقتي. They used the plants أو they used the plants على طول. هم استخدموا نباتات to make the land green لكي يجعلوا الأرض خضراء. To make the land green. يلا بقى نقولها مع بعض. They used the plants to make the land green. They use the plants to make the land green. They used the plants to make the land green. They used the plants to make the land green. They used the plants to make the land green. They used the plants to make the land green. يبقى أول حاجة أقول مثلا لو قال لي life on a farm. write a paragraph. life on a farm. الحياة في المزرعة. أقول إيه؟ أقول مثلا اسمي I am سلمى. I live. أقول in a farm ولا on a farm؟ I live on a farm. أنا أعيش في مزرعة. It's a very special farm. It's a very special farm. It's a very special farm. بعد كده نقول ايه؟ We plant. نحن نزرع. بما ان انا بقى اللي عايشة فنقول we plant. طيب تعالوا نمسح البورد ونكتبه بشكل يعني احسن من كده شوية وبعد كده نرجع نقول. تعالوا بقى نشوف لو عايزة اكتب باراجراف عن life on a farm. الحياة في المزرعة. هنقول ايه؟ I am واسمي كأني انا اللي عايش في المزرعة. واقول I live on a farm. اوعى ننسى نقول in. هنقول on a farm في المزرعة. We plant نحن نزرع millions of seeds. ملايين البذور. Millions of seeds. We plant millions of seeds. We plant millions of seeds. We plant millions of seeds. We use rainwater to water the plants or to water the seeds. We use rainwater to water the seeds. عشان بنستخدم مياه الأمطار لكي نروي البذور اللي احنا زرعناها دي. يبقى we use rainwater to water the seeds. We use rainwater to water the seeds. We بقى المفروض مش they. we نحن
احنا دلوقتي اللي عايشين في المزرعة. يبقى we brought animals to the land. نحن أحضرنا الحيوانات إلى الأرض. We brought animals to the land. We brought animals to the land. يعني إيه؟ We brought نحن أحضرنا. We brought animals إلى الأرض. We brought animals to the land. وكمان نحن we برضو فهنقول we used نحن استخدمنا، أو ممكن أقول we use بس إحنا بنستخدم دلوقتي. We use plants بنستخدم النباتات to make the land green لكي نجعل الأرض خضراء. يبقى نقولها بقى إزاي؟ We brought animals to the land. نحن أحضرنا الحيوانات إلى المزرعة أو إلى الأرض. We use plants نحن نستخدم النباتات to make the land green لكي نجعل الحياة أو نجعل الأرض خضراء. We plant trees. We plant بس نحن نزرع trees and flowers أشجار وكمان زهور. We plant trees and flowers. We plant trees and flowers. We have a good life. نحن لدينا حياة جيدة. We have a good life on a farm. We have a good life on a farm. We have a good life On a farm. دلوقتي نعرف نكتب how to write a paragraph about life on a farm. الحياة في مزرعة. بالظبط زي ده اللي هنكتبه. المهم ان الجمل دي مهمة جدا. بتيجي في التشوز وكمان بتيجي في الري اوردر ترتيب الجملة وكمان بتيجي في الباراجراف. طيب في امتحان الشهر يعني الباراجراف مش يعني life on a farm مش اهم حاجة في الدروس او في الوحدة، ولكن بيجي الجمل بتاعته في الماتش وبتيجي كتير في الري اوردر في الترتيب. فنحفظ الجمل مرتبة كده اللي هو we use rainwater to water the plant. We brought animals to the land. We use plants to make the land green. We use plants to make the land green لكي نجعل الايه؟ الأرض خضراء. We plant trees and flowers. We have a good life on a farm. طيب تعالوا بقى دلوقتي نقول جزء الماس. ندخل على جزء الماس على طول. أول حاجة عندنا a billion. A billion يعني مليار. A billion يعني إيه؟ مليون. المليار ده حبايبي يبقى 1000 مليون. يبقى 1000 إيه؟ مليون. بصوا الألف المليون 6 صفار يعني 1 2 3 1 2 3 بعد كل 3 صفار يعني بعد كل فئة بنحط كوما. أول حاجة يا ولاد القيمة دي البليس فاليو بتاع ده اسمه وانز. اسمه ايه؟ وانز يعني الأحاد باللغة العربية. وانز. طيب وبعد كده اللي جنبه اسمه تنز. اسمه ايه؟ تنز. طيب التالت اسمه hundreds. يبقى ones tens hundreds اللي هو الايه؟ الأحاد والعشرات والمئات. تعالوا نكتبهم لوحدهم. ده كده ايه؟ ده 1. طب حطينا 0 بقى 10. حطينا 0 تاني. طيب حطينا 0 تاني بقى 1000. ال1000 ده بقى بنعمل ايه؟ بنقول 1 وكوما وثلاث اصفار. يبقى كده ده 1000. اسمه ايه؟ 1000. هي دي بقى الصفر اللي هو بعد الثلاثة نعد. لو ده 1 يبقى نقول عليه 1000. thousands اللي هي خانة الآلاف. طيب لو جنب ال1000 كده شلنا ال1 ده وحطينا 10 يبقى ايه؟ 10,000. excellent. طيب لو شلنا ال1 وحطينا 0 كمان تبقى ايه؟ 100,000. طب لو عملنا 1000 تاني تبقى ينفع اقول 1000,000؟ لا يبقى هقول ايه؟ مليون. الست صفار مليون. الست صفار ايه؟ مليون يعني مليون. طيب بعد المليون حطينا هنا 10 تبقى 10 ايه؟ 10 مليون. ال10 وجنبه 6 صفار يبقى 10 مليون. شلنا ال1 وحطينا 100 يبقى ايه؟ 100 مليون. شلنا ال1 وحطينا 1000 مليون. ال1000 مليون ال1000 مليون هو البليون. ال1000 مليون هو الايه؟ يبقى البليون ده عبارة عن ايه؟ 1000 millions. 1000 millions. 1000 millions يعني
عفوا 1000 مليون. 1000 مليون. تعالوا كده نشوف هنا في بوب كويز، تعالوا نشوف بيتحل مش ازاي. المفروض مليون؟ ايه؟ مش المفروض مليون؟ مليار؟ ما هي البليون يعني مليار. انتوا في الماس عندكم بتقولوا مليار صح؟ لا هي بليون يعني مليار، نفس الكلمة. تعالوا كده نشوف هنا بيقول لي الوانز بعده ايه؟ كلمة الوانز بعدها ايه؟ التنز يعني نكتبها فوق. طب الهندردز بعدها ايه؟ الثاوزندز يعني الآلاف، بعدها 10,000 وبعد ال 10,000 100,000. طيب بعد ال 100,000 مليون، بعد المليون نزود 10 10 مليون، نزود 10 تاني تبقى 100 مليونز، وبعد كده thousands millions اللي هي 1000 مليون، آخر حاجة تبقى البليون اللي هو البليون. تعالوا نشوف التوصيل ده. طيب التسعة أصفار دول يبقوا إيه؟ يبقى مليون. بليون يبقى 1 وجنبه 9 9 أصفار بليون. طب ده اللي تحتيه نمبر 2 في الكويز اللي تحت في الماتش. يلا دول 6 أصفار وبعدهم 100 يبقى 100 إيه؟ 100 مليون. طيب النمبر 3 نمبر 3 إيه؟ 1000. نمبر 4 100 10 ولا 100 100,000. آخر حاجة نمبر 5 نمبر 5 what 10,000. اوكي يا حبايبي، تعالوا بقى ننتقل لآخر بارت هو البرونانسيشن. عندي 2 consonant letter لما بيجوا جنب بعض focus with me look at the board. لما بيجي الاس والال 2 consonant مع بعض ما بخرجش اي هوا بينهم، فبقول سل سل سل، وببتدي بقى افتح بقي على حسب الفاول اللي جاي بعد السل. هنا اول كلمه عندنا اسمها ايه؟ sleep. بصوا قلنا ايه؟ sleep sleep sleep. طب تعالوا نشوف الكلمه الثانيه slice يعني شريحه. طبعا ينام sleep slice slice يعني شريحه. طيب عندي كمان كلمه slip. الاي هنا بنطق ايه؟ slippers اللي هو slippers. اوكي كمان عندي زي الاس ال SW، ده بقى بنقوله sweep like sweep like sweets like swim. الاي بقول ايه بسرعه swim. كمان عندي سوان البجعه. هتقولي ايه يا ميس مش احنا خدنا البجعه اسمها باليكن وكمان اسمها سوان. يبقى عرفنا الديفرنس ما بين الاس ال والاس دبليو. اس ال سل اس دبليو سو. طيب كمان عندنا سويتش الاس دبليو سويتش يعني المفتاح اللي هو بنفتح منه النور او بنقفله او بنفتح الكمبيوتر سويتش. اوكي كمان عندي يا ولاد في حاجه مهمه جدا جدا قبل بس ما ننهي الفيديو، ولكن تعالوا نحل البوب كويز ده. نمبر 1 بيقول لي read and circle the odd sound. مش اللي فوق اللي تحتيه، نعمل الاود ساوند يعني الصوت الغريب عنهم. sweep sleep. اوكي سوان swim كلهم سو ما عدا sleep SL. نمبر 2 يلا يا سما. عندي slappers sleep slice sweets. يلا يا زينة. switches sweeps slappers. يلا يا حبيبة. slice. نمبر 4 slice swim sweep swan. اوكي كلهم SW ما عدا SL. قبل ما ننهي بقى الفيديو محتاجة حاجة مهمة جدا 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 لازم تعرفوها. بصوا حبايبي، عندي حاجة اسمها suffix. اسمها ايه؟ يعني ايه suffix؟ دي شوية حروف بتيجي في آخر الكلمة. شوية حروف بتيجي فين؟ آخر الكلمة بتغير المعنى. يعني ايه بتغير المعنى؟ يعني بتتحط لاسم أو فعل يديني صفة. هنعرف دلوقتي. عندي care معناها يهتم، ده فعل. لو قلت careful يعني يديني صفة معناها حريص، حد مهتم كده وحريص.
السافكس دي اسمها full. السافكس دي اسمها ايه؟ Full. بنحط المقطع full عشان يدينا صفة. care تبقى careful. help helpful يعني يساعد. فلو قلت helpful يعني شخص مساعد ومتعاون، بيعاون الناس وبيساعد الناس. he is helpful. عندي use يستخدم. لو قلت useful حطيت لها full تبقى مفيد للاستخدام، يعني حاجة بنستفاد منها. useful أقول مثلا this computer is useful. كمبيوتر ده مفيد جدا، بقدر استخدمه. عندي beauty يعني الجمال. أقول إيه؟ جميل يعني إيه؟ beautiful. خلي بالكوا بقى إن beautiful بقلب الواي اي قبل ما أحط المقطع فوق. طيب عندي كمان color لون أو إيه؟ يلون. أحط لها فول تبقى إيه؟ colorful يعني حاجة ملونة. this dress أو this scarf، هذه السكارف is colorful ملونة، فيها كذا لون كده في بعض. يبقى عرفنا حبايبي full المقطع full بيتحط في آخر الكلمة عشان يدينا صفة بيغير المعنى. أوكي كده؟ طيب تعالوا حبايبي نحل البوب كويز برضو في الآخر ده قبل ما ننهي الفيديو. نمبر 1 سما. علي is he drives his car carefully. بيسوق عربيته carefully بحرص. يبقى علي ده شخص ايه؟ B يعني say the word careful careful. زينة. someone who always helps people. شخص دايما helps people بيساعد الناس. تبقى helpful helpful متعاون. يلا يا رقية. this book is هذا الكتاب useful مفيد. I will read it again هقراه تاني. يلا حبيبة. سلمى is like her mom. beautiful. طبعا سلمى لازم تبقى beautiful. number 5. these flowers هذه الزهور are colorful ملونة. she usually هي عادة about her children عن أطفالها يا سما. careful ولا cares ولا carefully ولا careless؟ careful يعني حريصة. my brother likes that يعني أخويا بيحب ايه؟ beautiful no. ينفع حد يقول أخويا بيحب الجميل ولا الجمال؟ the beauty. بيحب البيوتي بيحب الجمال، إنما الصفة ما بيجيش قبليها ذا دي اللي هقول ذا صفة است زي ما خدنا كده السيشن اللي فات. طيب حبايبي طبعا lesson 3 ده homework. لما نحفظ الجمل اللي انا قلت عليها بتاعت الباراجراف هنعرف طبعا نحل الري اوردر او الترتيب، وكمان هنعرف نحل بقيه الاسئله. لحد هنا thank you so much for watching. لو وصلتوا للنقطه دي في الفيديو فانا love you so much. ما تنسوش تقدرونا بلايك وشير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.